ازاي اقدر في ظل التشتت والافكار المتناثره على السوشيال ميديا ان اعرف اعمل فلتره لافكاري بحيث اكون بيني متبني متبني السليم منها. بص، انت محتاج برضه تبعد عن الدوشه، يعني مش هينفع تقدر تفلتر الامور غير لما تبعد عن الدوشه. طول ما انت موجود في الدوشه مش هتعرف تفلتر ولا هتعرف تسمع صوت افكارك اصلا. مرحله الجمع مختلفه عن مرحله الجرد او الفلتره. يعني عزك الله، مثلا الشخص يعني مشهورين عندنا، تلاقي راجل شايل شكاره كبيره كده وماشي بيشيل البلاستيك والحديد ومش عارف ايه وبيجمع الايه الحاجات اللي مرميه دي. فدي مرحله الجمع، هو ما بيفلترش دلوقتي. بعدين بيروح بقى المخزن بتاعه يفلتر بقى الحاجات دي. ده والله ممكن انه يبيعها للراجل بتاع ريسايكلينج الكانز، لا بنطبقها ونبيعها مش عارف لمين بالكيلو وهكذا. فكذلك الافكار، ما ينفعش ان انت تفلتر الافكار وانت في نفس المكان بتاع جمعها. محتاج انك ايه، تاخد بريك كده، تبعد عن كل المشتتات وتبعد عن كل المدخلات وتقعد بقى تفلتر وتكتب. انا شايف بصراحه انك تحدد ساعه او ساعتين في اليوم بعيدا عن صخب الدنيا دي ويكون معاك ورقه وقلم بس، وقدرت تعملها. يعني قد يبدو الموضوع بسيط واحنا بنتكلم، بس لو قدرت تعمل الموضوع ده يعني كن على يقين انك على مشارف مرحله تغير حياتك كلها. مرحله بقى من معرفه الذات، مرحله من تعرف انت عايز ايه. يعني امتى اخر مره سالت نفسك وانا عايز ايه مثلا؟ ما انتش لاحق، ما انتش فاضي. انت اصلا طول ما بتلاقي على طول ما بتلاقي نفسك ملان او دماغك بدا يفكر او يسرح، هوب امسك التليفون تك 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 تك. فامتى قعدت فعلا كده ومسكت ورقه وقلم وفلترت الايه الحاجات دي وشفت انت عايز ايه؟ فانا شايف انك تبعد ورقه وقلم وابدا بقى ايه، عيش مع افكارك.